تحياتي لحضراتكم. آه، امبارح كانت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا سنة 2016. الناس ولاد الذين ازيك تحياتي ليك ازيك يا ميرا، تحياتي يا عائشة، تحياتي يا لؤي والأستاذة بديعة والأستاذة ليلى عبد المولى والأستاذة إحسان، هي تحياتي ليكي، ونورة عبد العزيز تحياتي لحضرتك. زي امبارح وانا اتكلمت عن ده في البرنامج في حلقة امبارح. احتفل الاتراك بذكرى فشل انقلاب 2016. وانا قلت ان وقتها انا كنت عايش في تركيا يعني، وشوفنا كانت ليله صعبه جدا، من اصعب الليالي في التاريخ. في التاريخ انك تبقى قاعد في بلد بيحصل فيها انقلاب عسكري وشهداء والجيش بيقتل الشعب وحاجه كانت صعبه يعني، والناس بتهبط كتير وفتي كتير وحاجات من دي. لكن فجأة في ساعات قليلة انقلب الأمر، وخرج الشعب التركي بشكل بطولي جدا علشان يفشل هذا الانقلاب ويقف قدام جيشه. والشعب التركي ادى للعالم كله في 2016، في يوليو 2016، درس في ان الجيوش مش مقدسة. وده اللي انا بقوله للمصريين طول التاريخ، الجيش مش مقدس. الجيش اذا خرج عن عقيدته وخرج عن فكره وخرج عن رسالته يبقى منظمة إرهابية. أي جيش في العالم إذا خرج عن الرسالة اللي هو مفروض يأديها يعني، يبقى ده عبارة عن عصابات إرهابية مسلحة بشدة. تحياتي يا دكتور بيكو والله. فأنا بحييك يا دكتور بيكو. فأنا بقول لك أهو، ازيك يا زينب، تحياتي ليكي زينب سرور. فأنا بقول لك أهو إن أي جيش في العالم، أي جيش في العالم ما هوش مقدس. الجيش التركي العظيم، على فكرة الأتراك يقدسوا جيشهم جدا، يعني الأتراك بيعزوا جيوشهم بشكل مرعب، مرعب فعلا. لدرجة إنه أنا في تركيا شفت ده بعيني شفته بعيني، محدش حكى لي عنه. كان الشاب اللي عليه التجنيد كان يزفوه أصحابه زي ما يكون عريس كده. والجيش التركي لا جيش وجيش هم من ساعة الحرب العالمية الأولى وهم بيقدسوه بشكل مرعب يعني. فأنت قدام شعب بيقدس وبيحترم جيشه جدا. ولكن في 2016 الشعب ده نفسه وقف قدام الجيش وتحداه، والجيش كان يقول للشعب احنا خلاص العسكر حكم، وهم يقولوا على الجيش عسكر. يعني مصطلح الجيش عندهم اسمه كده بالتركي عسكر. العسكر حكموا، والعسكر مسكوا البلد، الشعب وقف قدامهم وعلمهم درس وعلمنا درس. انا يومها يعني ولحد دلوقتي الحقيقه مبهور من الشعب التركي حتى الان، يعني 10 سنين عدت على هذه الواقعه، مبهور من الشعب التركي. انه شعب كان ممكن يستسلم بسهوله للعسكر، خاصة إن أردوغان في الوقت ده ما كانش جايب، يعني ما كانش معدي 60، ما كانش جايب أكتر من 50 حاجة و50% في الانتخابات. فكان يعني نص الشعب التركي ضده وبيكرهه أو مش عايزه. ومع ذلك الشعب الواعي ده نزل ووقف قدام الجيش وقال له لا، انقلاب عسكري لا، حكم عسكر لا، أردوغان ده ممكن يكون نص الشعب مش عايزينه، لكن الشعب كله مش عايز حكم العسكر. والعسكر المجرمين وقتها خرجوا بالطيارات الاف 16 وضربوا الشعب في الساحات في الميادين. ففي الوقت ده كانت الاخبار يعني بحر متلاطم من الاخبار، ناس عماله تقول وتفتي وناس عماله مش عارف تعمل ايه. فكنا بنستنى الاخبار عايزين نعرف الجزيره العربيه. طبعا قناه العربيه كانت معرصه بامتياز، لدرجه ان السعوديه اخر دوله هنت اردوغان بفشل الانقلاب الصبح الساعه 10 الصبح. في دول زي قطر من اول لحظه، من اول ما طلع اردوغان في الفيس تايم ووجه كلمه للشعب التركي، في دول طلعت على طول عملت على طول لايك على طول.
منهم قطر على طول يعني. ما اول ما طلع اردوغان على الفيس تايم مع المذيعه التركيه دي وقال الكلام ده وبتاع، على طول طلعوا عملوا لايك. كانت اول دوله قطر، زي اللايك اللي انت عملته ده. انما في دول زي السعوديه، السعوديه قعدت لحد الصبح اخر دوله، وكأن الإدارة السعودية كانت تتمنى إسقاط أردوغان. وطبعا الإمارات كان لها دور بشع يعني. أنا ما بتكلمش دلوقتي على السعودية والإمارات وبتاع، إنما طبعا يا ليلى، قطر في تعاون عسكري بينها وبين بين تركيا. إنما أنا بتكلم على حاجة تانية بقى، كلاب السعودية والإمارات في مصر. عدى 10 سنين، عدى، ماتت ناس وعاشت ناس وحيت ناس. 10 سنين كتيرة جدا يا أستاذ فهمي، أستاذ فهيم تقريبا. خلاص 10 سنين. تخيل بعد 10 سنين الناس جابوا لمصطفى بكري هذه التويتة الغراء. تخيل بعد 10 سنين جابوا لمصطفى بكري التويتة دي. التويتة بتقول ايه؟ مصطفى بكري كان كاتب يوم 16/7/2016، كان كاتب التويتة دي يوم 16/7/2016، يعني في عز الانقلاب. كاتب ايه بقى؟ ذهب أردوغان وبقى بشار الأسد، سبحان مغير الأحوال، النصر للجيش العربي السوري، عاشت سوريا العربية وعاش الشعب السوري العظيم، أردوغان يجب أن. ووقف. شوف سقطة بكر التاريخية عندما تمنى إعلام السيسي سقوط أردوغان، عندما احتفل إعلام السيسي بالليل بسقوط أردوغان. سقطة تاريخية. يا ريته بس شمت في سقوط أردوغان بس، لا، ده مبسوط من بشار الأسد. بيقول لك ذهب أردوغان، ده لسه يا معلم 16/7/2016، يعني لسه تحركات الجيش شغالة والشعب التركي بيتحرك. ذهب أردوغان وبقى بشار، سبحان مغير الأحوال، النصر للجيش العربي السوري، عاشت سوريا العربية وعاش الشعب السوري العظيم، أردوغان يجب أن. وسكت. أهي تويت أهي، وعايش وموجود لحد دلوقتي. وبشار سقط انتهى، وأردوغان موجود وهو عايش عادي جدا. ولا بص، أنا دايما أقول لزمايلي من زمان جدا، وأنا بقول لزمايلي الفرق بين الموهوب واللي مش موهوب خالص البجاحة. والله زمان كنت أقول كده، والله من أكتر من 30 سنة أقول لزمايلي تستغرب قوي من عديم الموهبة وعديم الكاريزما إنه بجح. يعني ربنا أخد منه الكاريزما والموهبة وكل الحاجات دي واداله كمية بجاحة مرعبة، فيطلع بجح عادي جدا. يطلع هو فاشل، هو ساقط، هو بلا كاريزما، هو بلا ثقافة، هو ما ينفعش في المشوار ده، بس يطلع عادي جدا، يطلع معاك عادي جدا. فكمية الناس اللي عديمة الموهبة وعديمة الكاريزما وعديمة كل حاجة موجودة بشكل قوي جدا لأن عندهم بجاحة. يعني أنت يا تبقى بجح يا تبقى موهوب، بس هو المعادلة كده في العالم العربي. يا تبقى يعني السيسي عايش على البجاحة، يقول لك أنا ربنا خلقني كده، أنا بجاحة. هو حمار بس بجح. هات بقى شوف المغنيين والممثلين وبتاع، تلاقي الممثل ما بيعرفش يمثل اصلا، يقول لك الدور خد مني. خد منك ايه؟ خد منك السو يا اخي، يخرب بيتك وبيت ابوك. خد منك ايه؟ ده انت مفيش حاجه خالص. تلاقيه صحفي ما بيكتبش زي نشأة الديهي او احمد موسى، ويقول لك انا كصحفي وانا كاعلامي. اعلامي ايه؟ ده انت فاشل، ده انت بلا موهبه، ده انت حيطه. بيتمتعوا الناس دي ببجاحه. يعني مصطفى بكري من 10 سنين قال لك ذهب أردوغان وبقي بشار. طب هو بشار مشي ملعون وعليه اللعنة،
وعلى فكره اللي مشى بشار اردوغان. يعني شوف الكوميديا بقى انت، شوف انت الكوميديا لما تعرف تحسبها كده، اللي مشى بشار الاسد اردوغان. تعالى تعالى قول لي صحيح مصر، قول لي ما تصدقش، قول لي اي اتحداك. ده وقف ترامب قدام احمد الشرع وقال له كده، قال له انا اللي جبتك انا واردوغان، كده في الوش، انا اللي جبتك يا شرع انا واردوغان. فاللي ماشي بشار الاسد اردوغان. وعادي مصطفى بكري عادي ويطلع يتكلم عادي وكأنه ولا حاجه، ولا اي حاجه. دي سقطه تاريخيه ولا اي حاجه. طب سيبك من اردوغان، اديكوا صلحتوا علاقتكم مع اردوغان وبقيتوا حبايب. طب بشار الاسد اللي انت شكرت فيه، لا ولا اي حاجه. ده بشار مش عليه اللعنه ولا اي حاجه. ده بشار اكتشفنا السجون صيدنيه والحاجات دي، لا ولا اي حاجه. ده احنا اكتشفنا ان بشار كان بيعمل عقار مخدر ويبيع، ولا اي حاجه. يا عم ده احنا لقينا سراديب اموال دولارات، ولا اي حاجه. يا عم دول عذبوا الناس وكانوا بيحطوهم في مفرمه كده، ولا اي حاجه. عايش عادي جدا وبيتكلم ويطلع يتكلم وله معجبين. افاجئك بقى، له معجبين. معجبين يقول له يا استاذ مصطفى والله العظيم، في الشارع يقابلوه كده، ممكن الصوره يا استاذ مصطفى عادي جدا. انت مش مصدق؟ انا بقول لك الحقيقه، انا بقول لك الحقيقه. ما هو انت لازم تعي الحاجات دي. انت لازم تعي انك ممكن تعدي كده تلاقي احمد موسى معدي واحد بيقول له مكسر معاك بس. الحياه كده. فالراجل اللي من 10 سنين، سيبك من تمنى سقوط اردوغان، سيبك من دي، سيبك من دي خالص ولا تشغلك. ده حي بشار الاسد. ايه بقى؟ ولا اي حاجه. وعادي اعلامي عادي جدا. يا عمي انا خلاص ما تحبش اردوغان، ما بتحبش اردوغان، بس تحيي بشار الاسد اللي سقط اصلا، اللي بعد ما سقط اكتشفنا كوارث وناس في السجون مش عارفه حالها ومفرمه للبني ادمين وعشرات الملايين من الدولارات ومخدرات. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بشار اللي هرب بالفانيلا واللباس، هو ده اللي هو ذهب أردوغان وبقى بشار، سبحان مغير الأحوال. لا وإيه، وحسابه الموثق، حسابه الموثق، وعايش عادي جدا، مفيش حاجة خالص. والإعلام عايزه السامسونج إعلام السيسي، ومخصصين له نافذة برنامج وبيطلع معاه نشأة الديهي. هم دول. والله ما بتكلم على تركيا، أنا بتكلم على جريمة بشار الأسد، اللي بعد ما مشي بشار الأسد عرفنا جرايمه. طب سيبك من إنك أنت تمنيت ذهاب اردوغان، ده حقك وانت حر يعني، لكن تأييدك لبشار الاسد مش محتاج اعتذار. يعني يا سيدي، على فكره السعوديه كانت تتمنى سقوط اردوغان، الامارات حتى الان، والامارات حتى الان تتمنى سقوط اردوغان، اوكي، ده موقف سياسي. انما بشار الاسد لم يعد موقف سياسي، بشار الاسد اصبح موقف انساني، زي اللي يحب هتلر كده او يحب موسوليني. اعتذر بقى، لا ولا ده على حسابك الموثق ولا اي حاجه، مش حاجه بيه، مش حاجه، مش مشكله يعني خالص. الدنيا ماشيه زي الحلاوه يعني. فدي رساله ل وعلى فكره احنا انا من سنه 90، واشهد الله من 91 تحديدا دخلت خناقه مع واحد صاحبي بيحبه جدا على مصطفى بكري. هو كان فاكر ان مصطفى بكري ده حاجه، قلت له بص ده دجال. سنه 91 اقسم بجلال الله كان يعني مش خناقه يعني، كان خلاف يعني، كانت مناقشه يعني. قلت له ده دجال. لا 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 ده عروبي. ده دجال يا ابويا، دجال. ده الهيئة والتركيبة دجال. وثبت الحمد لله. اتنين راهنت عليهم وطلعت صح. ابراهيم عيسى، في عز ما كان ابراهيم عيسى ده اوبا موضة موضة، ابراهيم عيسى مثقف، ابراهيم عيسى الروائي، ابراهيم عيسى، قلت لهم دجال. ابراهيم عيسى ومصطفى بكري، الاتنين دول راهنت عليهم والحمد لله. والجوهري بتاع الكورة دلوقتي بقى بقول لك هو حسام حسن. فانا ما باكلش من الكلام ده. على اي حال، بمناسبه حسام حسن، امبارح الارجنتين فازت على انجلترا، وانا كنت عايز الارجنتين تخرج، بس ميسي ابن الكلب معجون كوره، معجون كوره، معجون، لاعب ملوش حل.
وعلى فكره الارجنتين فيها لعيبه جامده جدا جدا. انا طول الدوره عايز انجلترا تطلع طول الدوره، طول البطوله وانا مستني هاري كين يطلع، لان انا ما بحبش هاري كين ولا شايفه ان هو، ولا بيكنجهام ده، ولا اسمه ايه اللاعب ده، باكنجهام ده، بيلينجهام، الواد اللي هو الاسمراني ده، الواد اللي هو عامل فيها نجم السينما، عامل فيها محمد رمضان. كل العيال دي على بعض كده كنت عارف انها في شنك. وقلت البيبو يوم ما انجلترا خرجت الفريق بتاع الدنمارك، بتاع النرويج، قلت له يا بيبو انا كان نفسي النرويج تلعب بالارجنتين. قال لي لا 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 لا، الانجليزي هيدشوا معاهم جامد جدا ومش عارف ايه والحاجات. امبارح بقى قلت له ها بيبو، ادي الانجليز بتوعك، ولا عملوا حاجه. طيب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان في 2 لعيبه بعد الماتش احتفلوا بانهم رفعوا رايه بتقول جزر فوكلاند ارجنتينيه، اللي هي الرايه دي. دول 2 لعيبه ارجنتينيين لفوا الملعب خدوا الرايه دي مكتوب فيها جزر فوكلاند ارجنتينيه. جزر فوكلاند دي ملهاش علاقه بالانجليز، بس الانجليز احتلوها زمان وهي قريبه من الارجنتين للعلم يعني. الانجليز احتلوها زمان وقعدوا فيها. سنه 1982 كنت انا في الثانويه العامه في تانية ثانوي، وبعدين قالوا كانت بتحكم انجلترا واحده اسمها مارجريت تاتشر، قالوا ده الارجنتينيين راحوا يحتلوا جزر فوكلاند. واحنا كنا في المدرسه وكان شتاء قاسي قاتم الانفاس، واحنا قاعدين في المدرسه سمعنا ان في حرب قامت. ايه الحرب يا اولاد؟ وطبعا احنا اخر حرب كنا نعرفها الحرب البارده، لان احنا وقتها ما كانش في حروب من ال من يعني اخر حاجه كانت بالنسبه لنا عظيمه يعني او كبيره، كانت ضرب المفاعل النووي العراقي 1980. اسرائيل طلعت طيارات ضربت المفاعل النووي العراقي. شويه مناوشات كده بس مفيش حرب. مثلا في شويه مناوشات في جنوب لبنان بين اسرائيل ولبنان، يعني حاجات كده، انما مفيش حرب بمعنى الحرب. بس واحنا واقفين في المدرسه لقينا الاذاعه المدرسيه بتقول ده الدنيا اتخربت يا جماعه، في حرب حصلت. ابويا كان يجيب الاهرام او يجيب الاخبار يعني، وعم بخيت اللي قدامنا الله يرحمه ويحسن اليه كان يجيب الاهرام لازم يعني مقدس بالنسبه له. فخدت الجرايد وقعدت اقرا، لقيت اكتشفت ان مارجريت تاتشر قالت لبتوع الارجنتين ده عند امكم، الجزر دي عندها، محدش هيحط رجله في الجزر. وراحت مطلعه حروب، مطلعه طيارات وقتها كانت جامده جدا وجنود، وعملوا انزال في الجزيره وفشخوا الارجنتينيين وخدوا الجزيره. لما كبرت انا واتجوزت وخلفت وبقى عليا ديون، عرفت ان مارجريت تاتشر عملت كده عشان تهرب من ازمه داخليه. عرفت ان ده كان تصدير ازمه داخليه، كان عندها مشكله هي. وبالمناسبه مارجريت تاتشر دي ست يمينيه بنت لذينه، باعت خصخصه كل تقريبا الحاجات اللي في انجلترا. هي اللي بدات مشوار الخصخصه يعني، هي اللي اخترعت المشوار ده. فعرفت بقى وقتها ان وقت الحرب دي كان عندها ازمه طاحنه داخليه، فخدت بعضها عشان تشغل الشعب، فعملت حاجه اسمها حرب فوكلاند، اللي هي لحد دلوقتي اللعيبه الاثنين بتوع الارجنتينيين امبارح، اللعيبه المالط دي شالوا اللوحه قالوا الجزيره فوكلاند دي جزيره حضارات، اسمها ايه دي؟ جزيره ارجنتينيه. طبعا الاتحاد الدولي الفيفا كان سبق قبل كده، عمل في 2014 برضو كان في حد شال اليافطه دي، يافطه زي دي يعني بتقول جزر فوكلاند دي جزر ارجنتينيه. الاتحاد الدولي لكره القدم منع اي شعارات سياسيه. فسنه 14 او 16 تقريبا يعني ما اعرفش التاريخ مش قوي يعني، عملوا عقوبه على الارجنتين. النهارده بقى الاثنين اللعيبه دول هيتعاقبوا. هتقول لي هيتعاقبوا ايه؟ هقول لك ببساطه شديده جدا، ببساطه هيتعاقبوا عقاب بسيط، هيتوقف ماتشين يعني، مفيش اي حاجه تانية. لكنهم رفعوا دي نكاية في الفريق الانجليزي بعد ما اتهزم 2-1 في مباراة غريبة جدا، غريبة. انا سمعت عنها تقريبا ما شفتهاش لاني كنت على الهوا. مباراة غريبة قوي فيها تحويلة غريبة جدا، اتغلبت انجلترا. فطبعا قدام الانجليز انت بقى كاسر عند الانجليز وهازمهم، وفي نفس الوقت بترفع يافطة بتقول بالنص كده ان الجزر دي جزر ارجنتينية. فامبارح دخلت السياسة في الكياسة، واللعيبه دول عارفين انهم هيتوقفوا وعارفين انهم هيتعاقبوا، لكن رفعوا الرايه دي وكانهم بيقضوا على الانجليز تماما بعد
هذه المباراة. الحقيقة إني أنا مبسوط شوية في خروج الإنجليز، بس خايف لا الأرجنتين تاخدها. وطبعا ملعب من سيدي لستي، يعني ألعب من إنجلترا الأرجنتين. فقررت أنا أعمل حاجة بقى، أشجع كرة بس، ماليش دعوة بأي حمولة سياسية. يعني الأرجنتين صهاينة، الأرجنتين ولاد 60 كلب، أعمل إيه؟ ما دام الواحد بيتحرق. ما أنا من أول البطولة عايز إنجلترا تخرج، ما خرجتش. وبعدين لما جيت دلوقتي امبارح كنت عايزها تخرج لي الارجنتينيين، ما خرجت هي وسابت الارجنتين. فكده ما عادش غير مباراه اسبانيا والارجنتين، واسبانيا بتأيد القضيه الفلسطينيه، فانا هشجع اسبانيا. عندي امل ان الاسبان ممكن يعملوا حاجه، لكن ما علينا، مش هشوف الماتش برضو لاني هكون على الهوا. لكن الحاجه المهمه جدا انه تخيل احنا مهتمين بالكوره جدا بس ناسين الحموله الثقافيه اللي على الكوره او السياسيه، زي امبارح كده لما رفعوا العيال الارجنتينيين اللوحه بتاعت جزر فوكلاند، جزر انجليزيه ارجنتينيه. احنا واخدين الكوره في العالم العربي بتاعنا، واخدينها زي ما عملت مارجريت تاتشر بتهرب من ازماتها الداخليه بحرب فوكلاند. احنا بنهرب من ازماتنا الداخليه عن طريق لعيبه الكوره. فنطلع لعيبه الكوره دول ان هم نوابغ، وان هم هيحلوا كل مشاكل البشر. وانك انت تتعاطى لقاء مع مصطفى زيكو، او تتخبط في جنابك كده في العضل كده هنا في الحته دي كده، هنا اهو، تاخد حقنه مرات حسام حسن وهي في اللقاء السري المعلن بتاع الوليه ام دم تقيل اللي ما بحبهاش ابدا، دي اسمها ايه؟ مذيعه دمها تقيل قوي، منى الشاذلي. مذيعه فيك، كدابه كدب الابل. الوليه والشعب ينضح كده، بس انتوا تستاهلوها يعني. المهم الشعب العربي المصري يعني يستاهلها بصراحه. مذيعه والحاجات يا ساتر، اعوذ بالله، بجد اعوذ بالله من منى الشاذلي، بجد. اللهم احفظنا من منى الشاذلي. المهم يعني، فانت تتعاطى اللقاء مع حسام حسن مع منى الشاذلي او مصطفى زيكو وينتشروا اللعيبه، وناسيين ان في خبير مائي في مصر. الخبير ده يا عيني اسمه نادر نور الدين. بدل ما نحتفي بيه في اليومين الزرق اللي احنا فيهم دول، لان اثيوبيا خدت النيل مننا، بدل ما نمسك في الراجل ده بديننا واسناننا ونقول له حلين المشكله، الراجل يا حضرات شاف الهدايا اللي تتوزع على لعيبه الكره المصريين، قال يا نهار اسود، ده انا عايز 1500 دولار بس، عندي بحث ولازم القيه في مؤتمر، وانا كل اللي محتاجه اقامه وحاجات كده وتذكره طياره 1500 جنيه، 1500 دولار، 1500 دولار بس عشان اروح القي البحث بتاعي ده. قال لك الجامعه بتاعتي معهاش فلوس. جامعه يا حضرات، جامعه كامله معهاش فلوس تسفر استاذ دكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائيه. جامعه، الراجل عنده مؤتمر، عنده بحث علمي في مؤتمر، لا مفيش. فالراجل قال لك يا جماعه هو انتوا بتعملوا ازاي كده؟ اهو بعد ما شاف مكافآت اللاعبين، هو الراجل ده نادر نور الدين قال لك جامعتي مش قادره تدفع 1500 دولار اسافر امثل مصر في مؤتمر عالمي. هيمثل مصر بقى، ومصر هي امي ونيلها هو دمي، ويترفع العلم المصري، حاجه جامده جدا في مؤتمر علمي. لا، احنا عندنا اللعيبه. حسام حسن صرف 40 مليون جنيه في اللعبه دي، في اللي انت شفته ده، لدرجه خد فلوس للكاجو والناتس والحاجات دي. والله العظيم ده انا انا مستني، بس مستني نخلص بس القصه دي. نادر نور الدين بيقول لك بحث اتقبل في مؤتمر علمي تنظمه منظمه الاغذيه والزراعه الفاو بالدنمارك خلال سبتمبر المقبل. تكلفه السفر والاقامه كلها حوالي 1500 دولار فقط، لكن الجامعه لا تستطيع تحملها، الجامعه ما تقدرش. قرار وقف تمويل سفر اعضاء هيئه تدريس للمؤتمرات الدوليه والسبب، يعني احنا عندنا في مصر في قرار كده بوقف تمويل سفر، هو اللي بيقوله، انا ما اعرفش، سفر اعضاء هيئه التدريس للمؤتمرات الدوليه. هو اللي والله هو اللي بيقوله. ما حدش يقول لي بنت خالد بنت عمتي سافرت في بعثه علميه، ما حدش يقول لي الكلام ده. هو بيقول اهو قرار وقف تمويل سفر اعضاء هيئه التدريس للمؤتمرات الدوليه والسبب. بيقول لك انا سافرت مره قبل كده على حسابي الخاص، انفقت كل مكافاه نهايه الخدمه بتاعتي على البعثه دي. من المؤلم ان يكون ترشيد النفقات على العلماء واساتذه الجامعه فقط. يعني احنا في الوقت اللي فيه لعيبه الكوره عمالين ياخدوا عربيات وشقق ومكافآت ماليه قد كده،
الراجل عايز $1500 عشان يلقي البحث، والمصحف الشريف ده احنا نيلة خالص. عشان تعرف يا أستاذ ملاك إن الدنيا خربانة عندنا، خربانة، خربانة بجد والله. أنت متخيل عالم مصري عنده بحث في الدنمارك مش لاقي $1500 يطلع بيهم البعثة، بينما لعيبة الكورة سافروا ب40 مليون جنيه تقريبا أمريكا، وصرفوا قد كده وراجعين عملوش حاجة خالص. ورجعوا بقى اخدوا فيلل وشاليهات يعني وعربيات وفلوس، بينما عالم كبير زي الدكتور نادر نور الدين مش لاقي $1500 يسافر بيهم. عشان تعرف ان احنا بنصدر ازماتنا الخارجيه عن طريق مشاكل، حاجات كده. يعني انت عندك ازمه اعمل زي ما جريت تيتشر، عندك ازمه داخليه امسك في لعيبه الكوره وانشرهم، ولسه لقاءاتهم شغاله لحد دلوقتي، ولسه الاخبار عنهم شغاله. نادر نور الدين راح حلق شعره، اسمه إيه؟ قصدي مصطفى زيكو حلق شعره. امام عاشور امبارح كان اتعور في الحته دي. اول امبارح زيزو كان هيعمل حادثه لما كان واقف بيجيب ايس كريم. اي كلام في البدنجان، دوله تافهه وعالم تافهه ويستاهلوا بعض، والله العظيم يتحرقوا مع بعض. ليه؟ لانه هنا العالم تافهه فعلا. انت يا راجل في وسط ما انت عندك عالم عنده بحث مش لاقي $1500، اللعيبه عماله تاخد امتيازات كانها فتحت غزه، كانها حراره فلسطين. احنا نقلنا على راي الشيخ الشعراوي لما قال لك احنا نقلنا قوانين اللعب في الجد، يعني او قوانين الجد في اللعب. يعني ايه؟ يعني لعبه كره القدم اسمها لعبه، بس حولناها الى قتال ومعارك وحاجات كده، وده المفروض في الجد، بس احنا خدناها في اللعبه. وارفع مصر علم مصر عاليا، ايوه في اللعبه. المفروض ترفع مصر في الساحات، علم مصر في الساحات العالميه وحاجات تانية يعني. لا احنا خدناها في اللعب بقى. فاحنا على راي الشيخ الشعراوي خدنا قوانين الجد حطيناها في اللعب بس والعب يا جميل على الساحه، وبقت مصر بتنتصر في اللعب، مش حاجه تانية. وبقى بنرفع اسم مصر في اللعب، مش في حاجه تانية. وبقينا بنعمل كل حاجه في اللعب، مفيش حاجه تانية. في الجد بقى ما عندناش حاجه خالص، ملط. طيب بقى عشان اقوم بقى وامشي. بالمناسبه على فكره مش مصر بس هي اللي فيها العقليات دي، كل الانظمه السياسيه عندها حيل كده غريبه جدا، زي الحيل الاخير اللي عملها وزير الحرب. انتوا عارفين ان ترامب جاب 2 3 مجانين معاه كده او 5 6، وزير خارجيه مجنون على وزير حرب مجنون خالص اللي عامل على كتفه هنا كافر. وزير الحرب بتاعه ده، وزير الحرب بتاعه طلع في تصريح قال يا جماعه احنا عايزين نكشف على هرمون التستوستيرون عند الجيش والجنرالات والضباط اللي موجودين في الجيش الامريكي. يا سنه سوخ يا اولاد. قال لك لازم نكشف على الهرمون ده ليه، في حاجه يعني الرجاله ضربت في حاجه يعني. قال لك في مشكله حاصله كده، فاحنا عايزين نعمل نسمع كده الراجل اهو في الفيديو ده. الفيديو معمول بالاي اي طبعا، اللي هو فيديو ده، بس هو بيقول التصريح صح يعني I'm الفيديو authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our testosterone. service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate. احنا عايزين نقيس التستوستيرون عند كل الضباط والجنود في الجيش الامريكي. ليه يا عم؟ قال لك بعد سن ال30 كل ضابط او جندي بعد سن ال30 عايزين نقيس التستوستيرون ده بتاعه، هرمون الذكوره. ليه يا معلم؟ قال لك ببساطه كده انه احنا عايزين الجيش بتاعنا يقاتل قتال شرس، يبقى في قسوه قتاليه، تخشوا على الاعداء تاكلوهم كده رجوله ياض. فاحنا لاحظنا ان التستوستيرون ده قليل عندهم شويه، يعني لان العقيده عايزين نحيي العقيده القتاليه. فاحنا كل جندي او ضابط او جنرال بعد سن ال30 نكشف عليه، نشوف التستوستيرون ده عامل ازاي عنده، وبعدين نعالجه تطوعي. يعني ايه؟ يعني اللي عنده الهرمون الذكوره ده ناقص نديهوله، عشان احنا عايزين قسوه قتاليه، عايزين كلنا كده بصوا تخشوا على اعدائكم مغول تتار. طب يا معلم هو معلش يعني الناس قالوا له يعني معلش هو انت مشكله الجيش الامريكي في هرمون الذكوره؟
يعني الناس قالوا له كده، يعني انت كل مشكلتك في الجيش الامريكي في هرمون الذكوره، مش في العقيده القتاليه، مش في السياسه، مش في الحروب الفاشله. كل مشكلتك دلوقتي ان انت عندك نقص، او رجاله عندها نقص في الهرمون التستوستيرون بس. اصل الكلام ده كلام مش حقيقي. الناس خافت، الناس العاقله خافت من ايه بقى؟ خافت ان يكون بيتم تصنيع الجيش الامريكي. ودي افكار الواد المجنون بتاع تسلا ده، اسمه ايه؟ مين بتاع تسلا؟ الواد اللي عايز يحط شريحه في دماغ البني ادمين ويخلي الراجل يحبل والست، يعني حاجات كده. يعني اسمه ايه الواد ده؟ نسيت اسمه. هم شله كده مجانين ماشيين مع بعض، ربنا ابتلنا بيهم. حبيبي يا قمر، مين اسمه ايه يا جماعه؟ حد فاكر اسم الواد ده اسمه ايه؟ ايلون ماسك. برافو عليك يا ولد، برافو عليك. ايلون ماسك. فهو الناس خايفه يكون كلام وزير الحرب الامريكي ده هو محاوله لتصنيع الجيش، يعني عامل زومبي، بتعمل زومبي. فانت بتصنع بني ادمين شرسه بتشرسهم، عارف الكلاب؟ زي الكلاب كده. فانت قال لك يعني احنا ايه، من سن ال30 كده عايزين نعرف مستويات هرمون الذكورة عند العيال دي ايه، عند الجيش الامريكي، وندي نعالج عشان نطلع جيش عنده قسوة قتالية. الناس قالوا لهم لا، انتوا بتعملوا زومبي، انتوا عايزين تعملوا زومبي. لان مشكلة الجيش الامريكي مش في التستوستيرون ده، لا، مشكلته في العقيدة السياسية، مشكلته في الحروب الفاشلة، مشكلته في حاجات تانية. يعني الناس شافوها انها استراتيجية زي اللي عملتها الولية بتاعت جزر فوكلاند دي، مارجريت تاتشر. انت بتهرب من مشاكلك الحقيقية في الجيش باختراع مشكلة ملهاش معنى. ده لو انت ما عندكش نظرية بناء جيش من الزومبي، خلاص، يبقى انت بتهرب، بس انت عايز تهرب. لكن انت عندك مشكلة، انت دولة عامل خسائر بشرية بشعة. انت عندك مشكلة انك خضت معارك بقالك اكتر من 40 سنة فاشلة من بعد الحرب العالمية التانية. امريكا ما دخلتش حرب الا لما فشلت فيها واتهزمت فيها. فانت مش مشكلتك في الهرمون الذكورة، انت مشكلتك انك انت بتخوض حروب فاشلة. الناس قالوا له كده. البعض قال لا 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 لا، ده انت بتصنع جيش من الزومبيز، صح؟ بعض الناس قالوا كده. اما في ناس تانية قالت لا لا، ده هو انت ما عندكش مشكله في العقيده السياسيه، ما عندكش مشكله في الحروب الفاشله، ما عندكش مشكله في السياسه بتاع الجيش الامريكي، هو كل مشكلتك بس في هرمون الذكوره. انت ما عندكش مشكله في الخسائر البشريه، ما عندكش مشكله في الحروب الفاشله اللي انت عمال تاخدها. فقالوا له كده اسهل حاجه انك تبيع حمله فحوصات طبيه للشعب الامريكي. قالوا له، انا بقول لك، انا بنقل لك اللي قالوه المفكرين، اسهل حاجه انك تبيع حمله فحوصات طبيه للشعب الامريكي، تغرق بيها عقول الشعب الامريكي بقى، وبقى نعمل جيش وفحوصات بقى، والناس تتكلم بقى، وهرمون الذكوره وبتاع وحاجات من دي. يعني انت عايز تبيع للشعب على ان ده تحديث طبي. انت عايز تبيع للشعب كده. لا مش انا، ده مش رايي، انا مش امريكي، مش دعوه، ويتحرقوا بجاز. بس انا بنقل لك الاراء اللي اتقالت، اللي رد على الراجل ده. في ناس تانية قالت له هو بس مش في مشكله يعني، هو طب بالنسبه ده للرجاله، طب ما الجيش الامريكي فيه نسوان، هتعملوا فيهم ايه؟ وطبعا احنا شفنا النسوان واللي عملوه في سجن ابو غريب في الرجال العراقيين. فاكرين الست المجنده اللي كانت بتتلاعب بالاعضاء الجنسيه للذكور في سجن ابو غريب، وكانت فضيحه قاسيه جدا جدا للجيش الامريكي. بالنسبه للستات اللي موجودين في الجيش هتعملوا فيهم ايه؟ ما هو دول عندهم هرمون اسمه استروجين تقريبا، يا رب اكون بقول الاسم صح، استروجين او استروجين، ده هرمون بتاع الانوثه. طب بالنسبه بقى للهرمون بقى هتعملوا ايه؟ هتحقنوا الستات برضو؟ ليه اتكلمت عن الرجاله بس؟ ليه قلت تستوستيرون بس، ما قلتش هرمون استروجين للستات؟ فبعض الناس قالوا له ده خطاب ذكوري متعفن، انت عمال ترجعت لنا تاني، يعني ليه بتشتغلوا على التستوستيرون بس؟ طب وهرمون الانوثه فين؟
انا بقى رايي الشخصي انه هم دول شله كده مع بعض، ايلون ماسك مع ترامب مع جدع وزير الحرب ده اللي اسمه صعب. هم اللعبه، الناس دي بتلعب في الناس، يعني قرروا يلعبوا في الناس. انا رايي انه دي القصه فعلا مش فكره تهديد للعرب، وفكره ان احنا هنروح نغتصب نسوانكم يا عرب، وفكره اللي هيعادينا هنقرقشه والحاجات دي. هي طبعا في رساله كده، لكن هي بالنسبه لي انا، ليه لا؟ اذا انت تتبعت افكار ايلون ماسك وترامب ووزير الحرب ده، هتحس انهم فعلا بيلعبوا في حاجه. ممكن يكونوا بيلعبوا بيعملوا تحديث طبي في البني ادمين دول، الجيش الامريكي، بحيث انه يخرج لك كلاب شرسه. يعني تبقى انت مش بتحارب جيش عادي، بتحارب كلاب شرسه، كلاب بريه شرسه سعرانه، وانت عمال تحارب فيها. انت تتوقع ده من الناس دي بصراحه؟ يعني الناس اللي عايزه تحط الشريحه في وش في دماغ البني ادمين، ويقول لك اخلي الاعمى يشوف، واخلي مش عارف ايه، ممكن يعملوا كل ده طبعا، ممكن يصلوا لكل ده. وزي ما احنا عارفين، الحرب فيها اختراعات فاشله سيئه مدمره، بس فيها برضه اختراعات مفيده. التليفونات اللي احنا ماسكينها دي اختراع الحرب. يعني التليفونات الموبايل ده بسبب الحرب، اخترعوه اصلا بسبب الحرب. فالحرب فيها اختراعات سيئه مضره مدمره، بس فيها برضه اختراعات مفيده. فممكن يعملوا فعلا حاجه تخلي البني ادمين تشوف، بس في نفس الوقت يلعب في الدماغ البشريه وفي التركيبه البشريه، يخليه كلب سعران مفيش لا قيم. يقول لك عشان نقوي القسوه القتاليه للجنود. قسوه قتاليه؟ ده هو القتال لوحده شرس. لا، ممكن. فانت ممكن فعلا في الاخر يكونوا راصدين برنامج سري يحول الجنود الامريكان الى وحوش بريه. بس في الحاله دي بقى مش هيكوننا احنا بس، ولا هيغتصب نساءنا احنا بس، ولا هيغتصبنا احنا بس. ده هينضر بعد الحرب يغتصب الامريكان، المواطنين الامريكان عندهم. انت ربيت وحش، يعني انت ربيت وحش قاتل شرس ما عندوش لا قيم ولا مبادئ والحاجات دي. التستيرون العالي بيولد عنف، زي عند لاعبي كمال الاجسام بعضهم بيحصل عنده اختلال بيؤدي لعنف غير مبرر، وده باعترافاتهم. ده احد الزملاء اللي بعت كده. والجي بي اس من اختراع الحرب، صح، برافو عليك. الجي بي اس فعلا من اختراع الحرب، الموبايل من اختراع الحرب. فالحروب فيها اختراعات جيدة، لكن فيها اختراعات مدمرة جدا. ففعلا، هل فعلا الامريكان هيلعبوا في عناصر الجيش الامريكي ويأولهم حكاية التستوستيرون دي عشان يخلقوهم وحوش بتقاتل بدون عقيدة سياسية، بدون عقيدة عسكرية، بدون أي حاجة خالص، ولا قيم ولا أخلاق؟ هم ناقصين أصلا. ده الجرائم اللي عملها في أبو غريب لحد دلوقتي مسجلة، لحد دلوقتي ستات ورجالة. الجرائم اللي ارتكبها الجيش الأمريكي في العراق حتى اليوم، حتى اليوم مسجلة باعتراف الأمريكان نفسهم. هي ناقصة يعني؟ على كل حال أشوفكم بالليل